جبنا المقدم، جبنا على حسب المقاطعة. والله ينصر سيدنا والله يخليه لينا. حنا جينا من زعير من زعيليكا تندافعوا على سيدنا وتندافعوا على بلادنا. حنا ما تنمرضوش وما تمشوش للسبيطار وحنا في صحة جيدة وما عندنا ما نديرو في السبيطار. حنا بغينا نشوفوا غير سيدنا. اليوم احنا فرحانين مع سيدنا الله يسلمك الملك الله ينصرك. شحال من مرة شفنا نفس المشهد، موكب ملكي، سيارات فخمة ودراجين بويض والناس تيغوتوا حاشا الملك الله ينصر سيدنا. لكن واش عمرك سولتي راسك منين جاو هاد الناس؟ علاش كل مرة كيبانوا في كل مدينة؟ وشنو كيدوز فعلا من وراء الكواليس قبل ما توصل الكاميرات؟ من بعيد كيبان المنظر عفوي، ولكن في الحقيقة راه كل شيء منسق من الفوق للتحت، من الديوان للداخلية للعمال المقدمين للناس. كل واحد عارف الدور ديالو وكل حركة عندها معنى، ماشي مسرحية ولكن طقس سياسي اجتماعي رمزي كيأكد العلاقة ما بين الحاكم والشعب. اللي غادي نوريك دابا ماشي خرافة، هادشي واقع من الفوق للتحت، من القصر حتى المقدم ديال الحومة. منين كيتعلن على زيارة ملكية في المغرب تتحرك آلة ضخمة ما تصورش الحجم ديالها قداش. من بعيد المشهد جميل ورائع وكيبان عليهم الفرح، لكن منين تتقرب وتتشوف التفاصيل كتكتشف ان ورا كل راية كاين مقدم وعامل وتقارير وميكروفونات وصورة خاصها تبقى مثالية مهما كان الثمن. راه ماشي الناس كيجيو من راسهم، الناس كيتجمعوا لان الصورة الرسمية مهمة في كل نظام سياسي، هي اللي كتعكس العلاقة ما بين الحاكم والشعب، لان الصورة كتساوي الشرعية وكل عاش الملك كتدوي بحال شي توقيع رسمي تحت كلمة واحدة: الاستمرارية. لجلالة الملك. ولكن السؤال الكبير كيبقى مطروح، واش الحب اللي كيتغوت به في هذه اللحظة هو حب حقيقي ولا حب مفروض؟ هنا كيبان النقاش الخطير واللي نادرا شي حد كيبغي يدوي عليه. سيداتي سادتي، حلقة اليوم غادي نجبدوا ريان، غنحيدوا الغبار على موضوع ما كيدارش، وغادي نحكي لكم القصة الحقيقية، منين كتجي التعليمات، شكون كينفذها، كيفاش كيتجمعوا الناس، وشنو كيوقع قبل ما الكاميرات كتبدا تصور، وشكون كيسهر باش هذا المشهد يبقى مثالي، وشحال من يد كتخدم من وراء الستار باش هذا المشهد يبان منظم بهذا الشكل. واش فعلا الناس كيجيو بوحدهم ولا كاين نظام دقيق كيدير السيناريو من الاول حتى الاخر؟ هذه غادا تكون الحلقه الاولى في القناه الجديده، القناه الاولى اللي قربات توصل ل2 المليون مشترك. بالفضل ديالكم وبالفضل ديال الثقه ديالكم غادي نحبسوها لاسباب تقنيه خارجه على الاراده ديالنا. داكشي علاش تنطلب منكم تعطونا لايك، تشتركوا في القناه، تابعوني للانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام على بركة الله. آرا المسقي. القصة كتبدا في بلاصة ما كيعرفها حتى واحد، الديوان الملكي. رسالة أو اتصال من الديوان الملكي لوزارة الداخلية فيها: صاحب الجلالة نصره الله سيلقي خطاب الافتتاح يوم كذا في البرلمان. هذه الرسالة سرية ومحدودة في النطاق، كتوصل فقط للمسؤولين الكبار: وزير الداخلية، مدير الأمن الوطني، قائد الدرك الملكي، الولاة والعمال. كيتواصل الديوان الملكي مع وزارة الداخلية وكيعطيوها تعليمات دقيقة: فين غادي يدوز، شنو غادي يدشن، شكون غادي يستقبل، وحتى نوع اللباس اللي خاص الناس يلبسوه. من تما كيتحرك الهرم كامل: وزير الداخلية، الولاة والعمال، القياد والباشوات والمقدمين والشيوخ، كل واحد كيتكلف بالمنطقة ديالو، وكيبدا تنظيم سري على مستوى أدق من الدقيقة. وزير الداخلية كيجمع اللجنة العليا للتنظيم وكيعطي تعليمات صارمة لكل عامل ووالي باش يبداو التحضير. العامل كيعقد اجتماع مستعجل وكيجمع فيه القياد والباشوات وكيقول: الملك غادي يدوز من هنا، خاصنا استقبال شعبي قوي. القياد كينزلوا المقدمين والمقدمين كيدخلوا الاحياء والدواوير. غادي يدوز سيدنا، خاصنا نحضروا الناس. كيختاروا فلاحين، تجار، صنايعيه، نساء من الجمعيات، شباب، طلبه، وحتى ناس من القرى. معكم محمد عبد الله، رئيس جمعيه الشروق الذهبيه للاعلام، رئيس جمعية نبيلة الاعمال الاجتماعية، رئيس جمعيه الاسعاف التنميه المستدامه. وبعض المرات كيجيبوا الدقيقيه ولا الشيخات باش تكون الحيويه والنشاط. الهدف هو يبان ان الشعب كامل حاضر وممثل في الحدث الملكي. الدوله كتوفر طوبيسات او كيران باش
باش يجيبوهم من العاصمه الرباط او المدينه اللي فيها النشاط الملكي، يتجمعوا في بلاصه محدده من قبل بحال قرب البرلمان او في شارع محمد الخامس. الناس كيعرفوا التاريخ ولكن ما كيعرفوش شنو غادي يوقع بالضبط، لان كل شيء كيبقى سر حتى لاخر لحظه. كاين اللي كيمشي عن حب كيبغي يشوف الملك، وكاين اللي كيمشي غير باش ما يتقيدش غايب حيث المقدم عيط عليه. نشكروا السيد القائد الملحقه اداريه 57 افريقيه والاعوان السلطه اللي تيبادروا مجهودات باش مكثفه من اجل باش نواكبوا هذه الزياره الملكيه الميمونه. والله ينصر سيدنا. ولكن النتيجة وحدة، الحشد الشعبي كيتكون في ساعات. في اليوم قبل الخطاب كيتجمعوا الناس في نقطة محددة، الساحة العمالة مركز القيد. كتجي الكيران والطوبيسات اللي كتصيفطهم العمالة، كل طوبيس فيه مسؤول وكيتسجلوا السميات باش التنظيم يكون مضبوط. كاين اللي كيبقى يبات في الرباط وكاين اللي كيرجع نفس النهار. اما النهار الكبير كيتبدل وجه المدينة، الشوارع كتصاوب في ليلة، طرقان كيتزفتوا، تروطوارات كيتصبغوا، الشجر كيتغرس والرايات كيتعلقوا، والناس كيبداو يتجمعوا مع 6 ديال الصباح. البوليس، الجندارم، المخابرات والبومبيه، كل شيء كينزل. كل شارع عنده ريسبونسابل تيران وكل قنت فيه كاميرا ومراقب. الناس كيجمعوهم في صفوف على الطريق اللي غادي يدوز منه الموكب، كيعطيوهم رايات مغربيه، صور الملك وقرع ديال الماء، وكاين اللي كيعطيوهم كاسكروطات. في هذه اللحظه كتكون المدينه كلها واقفه على رجل وحده. منين كيقرب الموكب كتبدا الاشاره، كتمر ما بين الامنيين في التولكي وولكي، لو كورتاج رويال اكيتي لو بالي. الناس كيبداو يتحركوا، التلفازات الوطنيه واجده، الكاميرات في كل زاويه، والمخرج كيعطي الاوامر، لقطه من الفوق، لقطه على اليمين، الجمهور يرفع الرايات. وفجاه كيبدا الموكب الملكي، طوموبيل الكحله، الدراجين القدام والبوليس وراهم، والناس كيغوتوا عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك حفظ الله. الهدف الأساسي هو إظهار لحظة وطنية كبيرة فيها تلاحم ما بين الملك والشعب. الناس اللي كيحضروا ما كيعرفوش بالضرورة التفاصيل السياسية، ولكن حضورهم يرمز للدعم الشعبي. التلفازة كتاخد اللقطات اللي فيها الرايات وفيها الهتافات وكدير المونتاج بعناية. عبارة اللي كتقال في النشرة: استقبل السكان المدينة جلالة الملك بحفاوة كبيرة، هي خلاصة ديال ساعات من التنظيم الدقيق. ومنين كيسالي الحدث الناس كيرجعوا في الكيران، وكاينين اللي كيديروا التقارير. كل عامل كيرسل تقرير للديوان في عدد الحاضرين، شنو الملاحظات، واش كانت مشاكل، كيفاش كان التفاعل. وهذه التقارير كتدخل في نظام كبير في الوزاره ديال الداخليه باش كل زياره تكون انجح من اللي قبل منها. الظاهره ماشي جديده، زمان في العهد ديال السلاطين كان السلطان كيدير المحلات السلطانيه، جولات عبر المدن والقبائل، والناس كانوا كيهتفوا الله ينصر مولانا السلطان. وكانت نفس الفكره، يبينوا الولاء، يعاينوا السلطان ويحسوا انه قريب منهم. الفرق الوحيد اليوم هو ان الوسائل تبدلات، لكن الطقس ابقى هو تعبير على حضور الملك وسط شعبه وصورة قوية على استمرارية الدولة. منين الملك غادي يخرج في زيارة أو موكب رسمي، الديوان الملكي هو أول جهة كتعطي الموافقة على المدينة والمسار. ولكن باش يختاروا الطريق كيتخدموا على 3 ديال المستويات. الديوان الملكي كيهتم بالجانب البروتوكولي والجمالي، فين غادي تبان الجماهير والكاميرات. وزارة الداخلية كتهتم بالأمان والتنظيم. أما المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي كيديروا دراسة أمنية دقيقة لكل متر من الطريق. قبل الحدث بأيام كيمشيو فرق أمنية متخصصة وكيراقبوا جودة الطريق، واش ما فيهاش حفر، واش مزفته مزيان، وكيراقبوا زوايا الرؤيه فين يقدر يكون خطر او ازدحام. لي تينيغير دو سكور اون كا ديرجونس، المساكن والسطوح المحاذيه للطريق. وكاينين حتى ناس من البلاط الملكي كيشوفوا المنظر العام باش يكون جميل في التلفزه، واش الشارع مزيان، واش الكادر ديال التصوير فيه اعلام، كاين الورود، واش الناس فرحانين. الاساناخت والدوزام كيتوصلوا بالمسار من الديوان الملكي، كيبداو يحضروا الزوايا اللي غادي يصوروا منها، كيختاروا بلايص مرتفعه باش يشوفوا الموكب، كيديروا كاميرات متنقله في سيارات خاصه، وكيتفقوا مع الامن باش الكاميرات يدخلوا بلا ما يعطلوا السير. قبل النهار الكبير ب 24 ساعه تقريبا كاين واحد الفريق اللي كيسميوه فريق البروتوكول الملكي المتنقل، يديروا اخر معاينه قبل الموكب بساعات قليله باش يتاكدوا ان كل شيء واجد. الناس اللي غادي يصفقوا كيتوزعوا على طول المسار ماشي عشوائيا، ولا 20 او 30 متر كاين مسؤول ميداني من الداخليه كيعطيوهم رايات وصور الملك باش المنظر يكون موحد، كيتاكدوا ان الناس يكونوا متنوعين
متطوعين، شباب نساء كبار طلبة فلاحين، باش الصورة تبان شعبية ووطنية. منين كيقرب الموكب كل شي كيتسد، طوموبيلات ممنوعة، الدرونات ممنوعة، وكيتفتح المسار غير 10 دقائق قبل ما توصل السيارة الملكية. الملك كيمر في سيارة مكشوفة أو مغلقة حسب البروتوكول، كيكون قدامه الدراجين الملكيين ومن وراه سيارة الحراسة الخاصة. وعلى طول الطريق القناصة في السطوحة، بوليس سيفيل وسط الجمهور، وفرق طبية متنقلة وإطفائيين في حالة طوارئ، وكل شيء كيتراقب مباشرة عبر الكاميرات في مركز أمني متصل بالقصر الملكي. منين كيوصل الموكب الملكي كيتبدل الجو كامل، الموسيقى الرسمية كتبدا، الكاميرات ديال التلفازة الوطنية كتشد لقطات ديال الجماهير. الملك كيمر بالسيارة كيسلم من بعيد بيديه، والناس كتغوت عاش الملك عاش الملك. أما ورا الكواليس الأمن كيغطي كل المداخل، حتى السطوحة فيها مراقبة. المديرية العامة للأمن الوطني والدرك كيقسموا المهام، الأمن الوطني في المسار والدرك في المحيط الخارجي، والمخابرات كتراقب كل التحركات باش ما يكونش خطر أمني. منين كيشوفوا الموكب الملكي كيقرب كيبدا الصوت كيرتفع، عاش الملك عاش الملك الله ينصر سيدنا. وغالبا كاين مسؤول ميداني من الداخلية هو اللي كيشجع الناس بصوت عالي باش يبدا الهتاف. ماشي كل الناس كيهتفوا تلقائيا، ولكن كاين داك التحفيز الجماعي. اللقطة اللي كتشوفها في التلفازة فيها 10 ديال الدقائق ديال مرور الموكب الملكي، وراها ايام ديال التحضير، مئات ديال المسؤولين، والاف ديال التفاصيل الدقيقة باش كل شيء يبان مثالي ومتقون. منين كيسالي الموكب كتسكت المدينة، لكن القلب ديال كل مغربي كتبدا موسيقى اخرى، موسيقى ديال الحب، حب بلاده، حب الراية، وحب سيدنا اللي كيمثل الرمز ديال البلاد. كاينين اللي ما عمرهم هضروا مع الملك ولكن كيشوفوه كرمز ديال الامان، كيشوفوه في التلفازة وتيقولوا الله يخليه لينا، راه بلادنا باقا واقفه غير بيه. وكاين اللي في كل مره كيمر الموكب الملكي كيبداو يبكيو بلا ما يحسوا، حيت كيشوفوا فيه الصوره ديال المغرب اللي كيتمناوه يكون زوين، يكون قوي، يكون منظم، متقدم وعادل. عاش يا سيدنا عاش يا سيدنا. حيت عاش الملك ماشي غير شعار، راها طريقة مغربية باش نقولوا حنا معاك، ما بغيناش بلادنا تمشي في الهاوية، باش نقولوا رغم الصعوبات مازال عندنا الأمل، باش نقولوا راك ماشي ملك فوق منا، راك ملك وسطنا. نعم كاينين مشاكل، كاينين اختلالات، كاين اللي مظلوم، كاين اللي تعب واللي ما بقاش عنده الجهد ولا الطاقة، ولكن في كل مغربي كاين شعاع سميتو الوطن. هذا الشعاع كيتغذى من حب الملك ومن الإيمان أن المغرب ما غاديش يطيح، لأن في كل لحظة ديال الضعف كاين واحد تيغوت، الله، الوطن، الملك. هاد الصوت ماشي ديما مفبرك، بعض المرات كيخرج من القلب، من الأم، من الراجل البسيط، من الجندي، من التلميذ، من كل واحد كيبغي هاد الأرض وكيخاف عليها. ويمكن ما كيعرفش بزاف على السياسة، لكن كيعرف بزاف على الإخلاص، على الصبر، على الوفاء. والوطن ماشي أرض فقط، الوطن هو دم كيجري في العروق، هو إحساس بالفخر. هو منين كتشوف الراية ديال المغرب عالية في السماء كتقول بلا وعي الله يدوم علينا النعمة ديال الأمن والله ينصر سيدنا. يمكن ما نتفقوش في كل شيء، يمكن ننتقد، نغضب، نحلم بمغرب أحسن، ولكن ما يمكنش نكرو أن اللي كيجمعنا أقوى من اللي كيفرقنا. وحيت حب الوطن ما كيتشراش، راه هو كيبقى الوقود اللي كيخلي هاد البلاد تحرك حتى في الأوقات اللي كيبان كل شيء فيها غامض. الحاصل يمكن ما نعرفوش كاع الأسرار ديال الموكب الملكي، وما نعرفوش شكون اللي نظم ولا شكون اللي صور، لكن كنعرفوا حاجة وحدة، أن الملك هو رمز ديال الاستمرارية، وأن الوطن هو بيتنا الكبير، وأننا حنايا الشعب هما الروح ديال هذا البيت. فمنين تنقولوا عاش الملك فراه ماشي غير للملك، بل هي لكل مغربي باغي يشوف بلاده زوينة وحرة وواقفة، لكل واحد كيبغي الخير للوطن ديالو، لكل قلب مازال فيه النبضة ديال حب الوطن. الله، الوطن، الملك، هذا ماشي غير شعار، هذا مشروع حياة. سيداتي سادتي، حلقة اليوم سالات. شكرا لكم بزاف على المتابعة. ما تنسوش تعطونا لايك، تشتركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام. فين هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام. كان معاكم اخوكم وحبيبكم يونس مسرار. السلام عليكم، دوزوا بخير. صادق إحساس نابع من القلب.